في ناس بتقول لك بس هي بس الفلوس تيجي. طب ما تسألش هي جت منين؟ هو كل اللي دخل الجيب ده رزق؟ ولا في فرق بين الفلوس اللي يعني ربنا سبحانه وتعالى بيبارك فيها والفلوس اللي ممكن تدمرك وانت مش واخد بالك؟ لأن اللي ربنا قال عليه حلال هو اللي بيعيشك دايما مطمئن، واللي دخل جيبك غلط هياخد منك البركة حتى لو كان شكله أحلى أو حتى قدره أكبر. احنا عايشين في زمن بقى فيه خلط رهيب، خلط رهيب في كل المفاهيم، خلط رهيب في كل حاجة احنا بنعملها وبنفعلها. ناس بتكسب حرام وتقول لك انا مش بسرق، دي شطارة مني. وناس بتغش وبتنصب وبتعمل حاجات كتير قوي وتقول لك كل الناس بتعمل كده. يعني انا مش عجبة، يعني انا بحاول اجتهد. يعني الناس بتاخد رشوة وتقول لك ده حقي على فكرة، ده تعبي وده حقي. في ناس بتظلم وتقول لك اصل الظروف حكمت. تمام. بس الحقيقه بسيطه جدا، يعني مش كل فلوس بتدخل جيبك هتبقى رزق، واللي مش حلال ده يبقى مش رزق، وده امتحان من ربنا سبحانه وتعالى. ربنا بيختبرك بيه، بتشوف هل هتشوف الفرق بين الغلط والصح، ولا ضميرك هيتعمي وهتكمل وهتمشي عادي. يعني في ناس فلوسها كتير قوي بس عايشه في هم، وفي ناس عربياتها غاليه جدا بس بيوتها متفككه وولادها فاسده وامورهم كلها ما فيهاش بركه. في ناس بتضحك قدام الناس وبتعيط كل ليله لوحدها لما بتبقى لوحدها. ليه؟ علشان البركه خرجت من الباب لما دخل الحرام من الشباك. المال الحرام مش لازم يكون ملايين على فكره وحاجات كبيره قوي، لا، ممكن يبقى مرتبك بس ناقص ضميرك. ممكن تبقى ساعتين سرقه من شغلك على الموبايل وانت قاعد في الشغل. ممكن تبقى عموله انت ما تستحقهاش اصلا. ممكن تبقى سهو او نسيان متعمد في امانه انت مؤتمن عليها. الحرام مش دايما حاجه كبيره، اوقات بيبدا بحاجه بسيطه جدا يعني، بس بتفتح باب لمصايب تانية اكبر بكتير. المال الحلال مش بس رزق، ده طمأنينة وبركة وراحة بال. الفلوس الحلال مهما كانت قليلة ربنا بيبارك فيها، بتتصرف صح وبتكفي وبتخلي حياتك مستقيمة ومطمئنة وتمام، وبركة في أولادك وبيتك وزوجتك وحالك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يعني مش بس هتسأل صرفت ازاي، لا، وكمان جبت الفلوس دي منين. اللي بياكل ولاده من الحرام ده مش بيشبعهم على فكرة، ده بيزرع فيهم شقة وفساد وتعب ومرض. اللي بيربيهم على مال مش حلال بيستغرب بعد كده لما يلاقي البركة راحت والقلق زاد والحياة باظت والأولاد فسدت، وبيفكر أنا كل ده حصل لي منين وليه ده يا رب، يعني أنا ما عملتش حاجة. مش متخيل إن ده ممكن يكون من بذرة زرعها فيهم من مال حرام. الرزق مش بس في كتر الفلوس، الرزق في البركة، والبركة مش بتيجي إلا من الحلال على فكرة. فراجع نفسك، كل قرش جاي منين قبل ما يجي يوم وتفتكر إنك كنت بتكسب